السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ كنت وعدتكم ان انا هنزل لكم الموقف التاني اللي حصل معايا. الموقف التاني اللي حصل معايا كده سريعا، حصل بعد الموقف الاولاني بالظبط ب9 ايام، 5 يوم العيد. كان الموقف الاولاني حصل معايا في العشرة الاواخر. الموقف التاني كان بعده ب9 ايام، 5 يوم العيد. 5 يوم العيد كنت بحضر شنطتي عشان اسافر ارجع باشر حياتي الطبيعية، الشغل وكده. فزي ما احنا عارفين ان انا مقيمة بمكان تاني، يعني غير البيت، يعني بلد تانية غير البلد بتاعتي. فكنت حضرت شنطتي، صليت الفجر ونمت بس ما قريتش الاذكار المرة دي، يعني صليت الفجر ونمت من غير ما اقراها. وجيت صحيت على الساعة 2:30 كده او الساعة 2، قمت صليت الظهر واذكار الظهر، بس اذكار الصبح ما كنتش قريتها. كان قطري الساعة 6:15 او 6:10 في اليوم ده. فامي بتقولي ايه؟ بتقولي حضري شنطتك وشوفي الحاجات اللي ناقصاكي عشان ما تاخريش على ميعاد القطر، وعشان تسافري بسرعه. حياتي كلها قطوره، يعني عشان ما حدش يعلق يعني انت ليه كل شويه في القطر، عشان حياتي كلها قطوره، كلها سفر. فرحت حضرت شنطتي وكان باقي حاجه واحده بس، واقفل الشنطه كده فقلت خلاص بقى، يعني لما يأذن العصر هبقى اصلي العصر واحضر الحاجه دي، يعني احط الحاجه دي في الشنطه عشان. فقلت يعني هصلي العصر واحط الكيس اللي فاضل ده في الشنطة واقفل شنطتي عشان خاطر اتوكل على الله. فصليت العصر وجيت كنت قبل العصر قلت بقى خلاص بقى هقرا الاذكار، ده كلها فاضل كام ساعة ويأذن عليا المغرب، تيجي اذكار المساء وانا ما قريتش اذكار الصباح ويومي ناقص وبتاع. فرحت قريت الاذكار وقعدت شوية بقى استغفر وشوية اسبح وكده، وبعدين رحت ايه، الحاجة اللي ناقصة الفريسكا، عارفين الفريسكا المخبوزة؟ هي الفريسكا دي. فقمت جايبة كيس، فقلت قعدت انقي بقى، حاطة ايدي في كيس كله فريسكا وكده، وعمالة بنقي بقى دي عجباني دي مش عجباني، واحط ايدي تحت واحط ايدي فوق، واختار الحاجات اللي انا عايزة اكلها بنفس. فاخدت الحاجة بتاعتي اللي انا عايزاها وربطت الكيس بتاعي وحطيته في شنطة السفر بتاعتي، بس ما كنتش لسه قفلتها. فجيت بعديها بربع ساعة كده، امي طلعت فوق على السطح، فبتقولي يا مريم نادي صح ابوكي. فاحنا السطح ورانا بيت عبارة عن مقلب زبالة، يعني انا اسفة في اللفظ بس هو كده، هو البيت خرابة ومهجور واي حد بيرمي فيه اي حاجة. واحنا عانينا من الموضوع، اشتكينا اكتر من مرة وما حدش رد علينا يعني. فجينا، بتقولي صح ابوكي بسرعة، وابويا كان نايم. فقلت بس، فهي بتقولي صح ابوكي بسرعه، فانا بقول لها انت لقيتي حاجه ولا ايه؟ فبتقولي اه. فصحيت ابويا، فبقول له امي فوق السطح عايزاك وبسرعه. بيقول لي في ايه؟ قلت له ما اعرفش في ايه، بس تقريبا في بتاع ده، في عجربه، في حاجه، يعني انا مش عارفه، بس هي بتقول بسرعه. فصحيت وطلع لها بسرعه، وبعديها ب5 دقايق، يعني انا لا القي بالا، ما القيتش بالي يعني. بعديها ب5 دقايق لقيته نازل، وهي نازله ومعاها الكيس اللي انا كنت بنقي منه الفريسكا. فانا كنت فاكره ان هي عجربه يعني، فالكيس كان فيه تعبان. الكيس اللي انا كنت بحط ايدي فيه وانزل ايدي تحت واطلع ايدي فوق واختار الفريسكا، ودي الفريسكا هي دي عجباني ودي هفطر بيها وتتغدى بيها ويا محلى الفريسكا وبتاع، الكيس كان فيه تعبان. وتعبان ايه اللي هو، هي عضة وما فيش حتى، ما فيش علاج يعني، خلاص يعني منك للجبر زي ما بيقولوا. فامي قعدت تقول لي انا بقول لها هو الكيس اللي كان فيه تعبان؟ قالت لي اه. فانا بقى تلقائي يعني نفس الجبانه يعني، ورحت جبت الكيس اللي انا نجيته وحطيته في الشنطه وطلعته لها. قلت لها ابدا ما هاخده يا بنتي، يهديكي يرضيكي، هو ما بياكلش الحاجات دي، يهديكي يرضيكي. لا، قلت لها ابدا ما هاخده. قالت لي طب اخد لك من كل حاجه قطمه؟ قلت لها ابدا ما هاخده، ابدا ما هاخده. وعايزه اعيط ومش عايزه اعيط عشان هي ما تتخضش يعني ده. فانا عايزه اعيط ومش عايزه اعيط عشان هي ما تتخضش. فمرضتش اخد الكيس يعني طبعا، وقعدت اقول الحمد لله واشكر ربنا وجيت اخدت شنطتي بعديها على ميعادي، قبل ميعادي بساعه كده، ومشيت. وطول الوقت عماله بفكر لو انا ما كنتش قريت الاذكار قبل الحادثه دي او اللحظه دي، تقريبا كان فارق نص ساعه او ساعه يعني.
انا قريت الاذكار وبعدها على طول يعني حصل الموقف. فقلت لو ما كنتش قريت الاذكار كان زماني ميتة دلوقتي في حتة فريسكا. والله الموقف يضحك بعد ما عدى، لكن في وقتها كان الموقف فيه هز كده في النفس، اللي هو اقبضنا على توبة يعني، اللهم امين يا رب، وحسن خاتمة اللهم امين يا رب، وان كنا لا نستحق طبعا. لكن انا ما يعني لما كان حد يقول لي انا هتحصل لي مصيبة بس الاذكار حمتني، كنت بقول له تمام. بس هو الكل اجل كتاب، والكل بني ادم ليه اجل محدد ووقت محدد، وهيلاقي ربنا. احنا كلنا يعني كل من عليها فان يعني، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فاحنا كلنا فانيين وكلنا رايحين يعني، انا ما عنديش مشكله في دي. المشكله نفسها في الموقف، في القدره الايمانيه والعنايه الالهيه بيكي في اللحظه نفسها. بس فالمغزى من الموقف ان تاني الاذكار 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 الاذكار، الصلاة على وقتها، الورد القرآني ما فيش مفر منه. انا طالعة اقول لكم الحاجات دي مش عشان والله ولا لايك ولا شير ولا كومنت ولا حد يطلع يقول لي سلامتك محبتكم على راسي، طبعا يعني حاجة محفوظة، واللي في القلب في القلب، ربنا يبارك فيكم. بس انا طالعة اقول لكم ان موقفين ورا بعض في شهر واحد، بينهم مش كتير، كفيلين يهزوا البني ادم ويرجعوه لصوابه يعني، اللهم لك الحمد. بس فانا طالعة اقول الموقفين دول عشان لما باجي اتكلم مع حد عن موقف معين او عن حاجة معينة ويجي يقولي بصي هو اصل بعيدا عن الدين، هلسعك كف على وشك، هخليك تكره اليوم اللي عرفتيني فيه. مفيش حاجة اسمها اصل بعيدا عن الدين، ولا الحوار بعيدا عن الدين، ولا المناقشة بعيدا عن الدين. انت اصلا ربنا خلقك ووجدك وخلاك هنا عشان خاطر اصلا انت جاي تنفذ الدين اللي ربنا يعني وضعه في الارض. انت اصلا جاي عشان خاطر تعبد ربنا. فاما اجي اتكلم معاك في حاجة ما تقوليش اصل بعيدا عن الدين، انت اصلا ملكش لازمة من غير الدين. تمام؟ فاذكارنا بقى ونتقي ربنا شوية، وبلاش جملة اصل بعيدا عن الدين، يعني انت حياتك كلها اصلا بتدور حوالين. تمام؟ فما تقوليش بس بعيدا عن الدين، انت حياتك كلها اصلا بتدور حوالين الدين. يعني ايه في حياتك غير عبادة وصلاة وصوم، والعمل عبادة برضو، والصيام والزكاة والصدقة، ومرضك اصلا عبادة بتؤجر عليها، والحزن اللي انت بتمر بيه عبادة اصلا بتؤجر عليها، سواء يعني يؤجر المرء رغما عن انفه. يعني انت كل حاجة في حياتك حتى لو مش راضي عنها بتمر بحياتك بتكفر سيئات بتؤجر عليها، بتاخد عليها سيئات لو انت اصلا ساخط. وفي كلا الحالات قدر ربنا بيمر يعني، وبنرجع للنهاية في الرضا. فما تجيش تقولي بعيدا عن الدين، يعني معلش، ولما يكون بعيدا عن الدين انا وانت فين العقيدة السليمة اللي هنتكلم بيها؟ ايه خلينا اقبل كلامك لما هو في بدايته بعيدا عن الدين؟ يعني لما انت الاساسي، العقيدة الاساسية والمبدأ الاساسي في حياتك انت بعيد عنه، رقم واحد في حياتك انت بعيد عنه، فايه خليني اقبل منك رقم 2 ورقم 3؟ على راسي ان انت مش فاهم معنى الكلمة اللي انت قلتها، بفهمها لك فما تقوحش. ومش انا بس والله، يعني انا اقل ما يكون ان انا ممكن مثلا اتكلم معاك في نقطة الدين، يعني انا اقل ما يكون، يعني يمكن كل الناس عندها علم كافي، انا والله ما عندي علم كافي، فبالراحة. بس فمش عارفة اقول ايه والله تاني، بس يمكن دي نقطة بتضايقني فحبيت احطها في الموقف يعني. والنقطة التانية المهمة، اللهم ذكرني يا رب، ان دول موقفين احنا لمسناهم وشفناهم بعد الحدث. سبحان ربنا اللي رزقني البصيرة، يعني باني اشوف ان لولا الاذكار كان حصل حاجة مش كويسة. في مواقف تانية كتير احنا ما شفناهاش، ربنا نجانا منها واحنا ما نعرفهاش. ولو ربنا كشف لنا الغيب يمكن البني ادم صعق من هوالي الحاجات اللي ربنا بيشيلها عنه، سواء كان بدعوة شخص، بصدقة تصدقها، بدعوة دعاها في صلاة، بدعاء والدين،
ربنا يبارك فيهم ويديهم الصحة يا رب. بكلمة طيبة، بدعوة صديق صالح، كل دي حاجات احنا ما نعلمهاش في علم الغيب، ربنا بيشيل عننا حاجات كتير. فلما نمر بموقف زي كده ما ننساهوش، يعني ما ننساش وما نتهاونش وما يبقاش التأثير علينا لحظي في اللحظة نفسها، يا أنا كنت هموت وأزعل وأتضايق. لا، الحمد لله والشكر ليك يا رب إنك اديتني فرصة جديدة أحمدك فيها وأشكرك فيها وأعبدك فيها.